ايه اللي يخلي لوحة فسيفساء قديمة مرسومة على أرضية كنيسة تتحول لأكبر لغز في التاريخ؟ هنا في مدبة في آثار كتير داخل كنايس بترجع للعصر الخامس والسادس الميلادي، وده بقى المكان اللي لما شفته حسيت وراه قصة مرعبة. ليه اسمه القصر المحترق؟ القصر ده كان مليان بالفسيفساء واللوحات اللي بتصور حياة الملوك، لكن فجأة كل ده تحول لرماد. في القرن السابع الجيش الفارسي غزا مدبة وحصلت مجزرة رهيبة هنا وحرقوا القصر ده بالكامل، ومع ذلك جزء كبير من الفسيفساء دي نجي. أما هنا فاحنا واقفين في مكان اتسمى كنيسة الشهداء، وده مش مجرد اسم عادي. المكان ده بيخلد ذكرى ناس ماتوا علشان عقيدتهم وكانوا مضطهدين في زمن الإمبراطورية الرومانية وتم تعذيبهم وقتلهم هنا. اللي هيخلي فعلا شعر جسمك يقف ان في لوحة فسيفساء هنا بتصور مشهد تعذيب القديسين وجسمهم وسط النار. اما هنا في كنيسة اللاتين فالموضوع مش بس عن الفسيفساء لكن عن النقوش الغريبة اللي بتجمع ما بين الشرق والغرب. في جداريات بتوصف أحداث من العصور الوسطى، وفي شخصيات لابسين زي الفرسان الأوروبيين رغم ان المفروض ان المنطقة دي كانت تحت الحكم الإسلامي وقتها. فهل ده دليل ان مدبة كانت نقطة التقاء ثقافي نادر، ولا في جزء من التاريخ مش مكتوب؟ واللي أنا واثقة منه فعلا ان لسه في أسرار لسه محدش فك شفرتها في مدبة.